يوم السبت 15 مارس تتفاجئ رادارات الدفاع الجوي المصري بصاروخ باليستي ظهر على شاشات الرادار وبيقرب من حدود مصر متجه لسيناء بالقرب من مدينة شرم الشيخ. وبسرعة يؤمر الجنرال قائد بطاريات الدفاع الجوي في سيناء بالتدخل فورا وإطلاق 3 صواريخ طراز سام هوك الأمريكية عشان تعترض الصاروخ الباليستي في الجو قبل ما يقرب ويقع في مدينة شرم الشيخ. وبالفعل يتم اصطياد الصاروخ في الجو وينزل بقاياه في الأراضي المصرية. اللي حكيته لك ده يا صديقي تبقى محاكاة واقعية للي حصل يوم السبت بعد القناة ال 12 الإسرائيلية نشرت تقرير وبتقول فيه إن صاروخ باليستي وقع في سيناء بالقرب من حدودها بمدى 250 كيلو. طيب إيه اللي حصل؟ ده مين الدولة اللي تقدر تستهدف مصر وتضربها كمان بصاروخ باليستي؟ وهل فعلا الدولة دي كانت تقصد مصر ولا الصاروخ انحرف عن مساره؟ وده هو اللي خلاه يدخل الأراضي المصرية. طب إيه هي تداعيات الخبر ده على السياحة المصرية خاصة في مدن سياحية زي شرم الشيخ ودهب ونويبع؟ ده اللي لخصه مع بعض في حلقة النهارده من الخلاصة. يوم الأحد 16 مارس القناة ال 12 العبرية نشرت تقرير بتقول فيه إن جماعة الحوثيين في اليمن ضربوا صاروخ باليستي والصاروخ ده وقع في جنوب سيناء في مصر على بعد 250 كيلومتر من تل أبيب. طب هي جماعة الحوثيين هتعمل كده في مصر ليه؟ خليني أقول لك يا صديقي، الحوثيين أصلا ما كانش قصدهم مصر بالأساس، هم كانوا موجهين الصاروخ لتل أبيب عشان ينتقموا من الأمريكان ومن اللي عملوا فيهم. طب هو ايه اللي الامريكان عملوه؟ خلينا نلخص لك الموضوع من الاول. يوم 11 مارس اعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم جماعه الحوثيين انتهاء المهله اللي ادوها لاسرائيل انها تفتح المعابر عشان تدخل الاكل والشرب والدواء لغزه، وان اسرائيل لو ما عملتش كده الحوثيين هيبتدوا يستهدفوا السفن الاسرائيليه اللي بتعدي من البحر الاحمر وبتتجه لقناه السويس. قانون صادر عن القوات المسلحه اليمنيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. إسنادا وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي. طبعا الكلام ده في ظل وجود إدارة ترامب يعتبر خط أحمر. ده ترامب فضل يتريق على جو بايدن عشان ما قدرش يحمي السفن الأمريكية والإسرائيلية اللي كانت ليل ونهار عمالة تضرب من الحوثيين. صاحبنا بعد ما سمع البيان ده وحس إن في نوش ممكن يحصل تاني، خاصة إن هو ممكن يأثر على حركة الملاحة البحرية في العالم، قام باعت حاملة الطائرات USS هاري ترومان للبحر الأحمر فورا. حاملة الطائرات دي بقى يا صديقي شايلة سربين من الطائرات الحربية طراز F-35 و F-16، وبعد ما عدت كده قناة السويس وقربت على سواحل اليمن قامت طفت كل أجهزة التتبع الخاصة بيها عشان محدش يقدر يرصدها. وأول ما استقرت في مكانها في البحر الأحمر قام الجنرال القائد بعت للبنتاجون إنهم في موقعهم وجاهزين. بعدها على طول راح طلع ترامب واعلن بدء العمليه العسكريه على اليمن، وقعد يتريق بقى على اداره جو بايدن انهم ما عرفوش يقصوا اذرعه ايران في المنطقه وان هو اللي هيقدر يعمل كده. وعلى طول تتجه المقاتلات الامريكيه في اتجاه محافظات اليمن صنعاء وصعده وزيمار وحجه والبيضه، وراحت ممطراهم بالصواريخ. الجيش الامريكي بقى راح بعت اكتر من 40 غاره جويه استهدفت مخازن اسلحه ومنصات صواريخ وبطاريات دفاع جوي، وكمان راحت استهدفت قيادات عليا في جماعه الحوثيين، وقامت ضربت محطه كهرباء تبع لمدينه ضحيان خلت الكهرباء تقطع المدينه كلها. حسب موقع اكسيوس نزلوا كده مقال، فترامب وافق على الخطه دي يوم الجمعه واصدر امر التنفيذ يوم السبت 15 مارس، لكن المره دي قرر انه ما يبلغش حلفائه في الناتو ولا كمان قال للكونجرس لحد ما الهجوم بدا، وراح قال لهم عشان ما حدش يعرض القرار بتاعه او يقف قصاده. وفي التقرير اللي نزلته اكسيوس حللت الضربه دي ان هو تهديد لايران عشان تشوف اللي ممكن يحصل فيها لو رفضت التفاوض على مشروعها ببرنامجها النووي. ده غير ان ضرب الحوثيين في اليمن ده هيفتح ممرات الشحن مره ثانيه وهيخلي حركه التجاره العالميه ترجع تاني للبحر الاحمر وبالتحديد قناه السويس. لكن للاسف اهل اليمن ما سلموش من اللي حصل، وفي غارات جويه استهدفت بيوتهم، وده اللي خلى فيه عدد من الشهداء والمصابين الاطفال. لكن طبعا الكلام ده احنا كلنا عارفين ان هو ولا يفرق مع امريكا ولا يفرق مع اسرائيل. وحاليا وانا بسجل الفيديو دلوقتي لسه سلاح الطيران الامريكي بيمشط المنطقه، والغواصات الامريكيه قاعده في اعماق البحر الاحمر تحسبا لو ايران بس كده عقلها وزعها وقررت تتدخل. طب نيجي لسؤالنا، ايه علاقه كل النوش ده بقى بسينا؟ ما احنا بعيد عن النوش ده كله، احنا ايوه
ايوه بعيد، لكن جماعه الحوثيين لما قررت ان هي تنتقم راحت طلعت صاروخ عشان يضرب اسرائيل، لكن للاسف الصاروخ انحرف عن مساره واتجه ناحيه المجال الجوي المصري. طبعا الموضوع ده وارد يحصل لان احنا في حدود مشتركه بيننا وبين الكيان بتمتد لاكثر من 246 كيلو، بس الحمد لله الدفاع الجوي المصري قدر يصطاد الصاروخ قبل ما يقع على مدن حيويه وسياحيه زي شرم الشيخ ودهب ونويبع كده. ولحد دلوقتي اللي اتكلم عن الموضوع ده وجاب سيرته هي القناه ال 12 الاسرائيليه. بص بقى يا صديقي، الضربه دي هي لها نتيجه من اتنين: يا اما جماعه الحوثيين تخاف وتجيب ورا من الضرب الامريكي وتبطل تضرب في السفن الامريكيه والاسرائيليه وترجع كده قناه السويس انها تشتغل زي زمان كده وزي الاول. خلي بالك قناه السويس السنه اللي فاتت خسرت اكتر من 8 مليار دولار بسبب الضربات دي. يا اما بقى النتيجه الثانيه ان امريكا اصلا هي قاصده تولع وتعمل حرب دلوقتي في البحر الاحمر بينها وبين الحوثيين، عشان كل السفن لما تشوف اللي بيحصل ده تخاف تعدي وتعتبر منطقه البحر الاحمر دي منطقه صراع او منطقه حرب. طب هي امريكا ايه من مصلحتها ان هي تعمل كده؟ يعني هتعمل ده ليه؟ ما تنساش يا صديقي، خلي بالك ان مصر وقفت قدام مصالح امريكا واسرائيل، وقفت قدام مخطط التهجير بتاع ترامب، وطبعا الموضوع ده مش هيعدي كده من غير عواقب. فممكن يعني الولايات المتحده تبقى عايزه تقرص قدام مصر قرصه كده تخلي الحوثيين يستهدفوا المناطق الحدوديه اللي فيها مدن ساحليه ومدن سياحيه، وتضرب لنا بالمره كده ايرادات قناه السويس. يبقى كده امريكا ضربت لمصر اهم مصدرين للعمله الصعب. ده طبعا هينعكس على الاقتصاد المصري وقيمه الجنيه. تفتكر بقى في الاخر ان الحوثيين هيجيبوا ورا وهيوقفوا استهداف للسفن التجاريه، ولا هيكملوا ضرب ومش هيخافوا من امريكا؟ اكتب لنا رايك تحت في الكومنتات. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. وبنعزي كل اخواتنا في اليمن اللي راح منهم شهداء وضحايا في وسط القصر. ولو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.